ان شاء الله النهارده مكملين نواعم العيد وهنعمل السابليه بطريقه سهله جدا وبسيطه وافكار حلوه جدا للتزيين. عندي 500 جرام من الدقيق يعني نص كيلو، وعندي ربع كيلو من الزبده على سمنه، 250 جرام يعني 200 جرام زبده، و50 جرام سمنه بلدي يعني معلقتين كبار، 125 سكر بودر، وعندي بيضه ورشه فانيليا. الطريقه الاصليه هي الزبده والسكر والدقيق، أما الطريقة التانية بضيف فيها المعلقتين السمنة البلدي وعليهم البيضة ورشة الفانيليا. طبعا الطريقتين صحي جدا، أي واحدة من دي تناسبك اعمليها. هبدأ أضيف الزبدة، طبعا الزبدة تكون ساقعة ما تكونش مجمدة وفي نفس الوقت طرية. هبدأ أضيف عليها معلقتين السمنة البلدي، طبعا بتديها طعم وريحة وهشاشة حلوة جدا للسابليه. وهضيف السكر، طبعا انا بنزلهم بس كده بضغط عليه عشان الغبار بتاع السكر، وابدا ان انا اضربهم حلو جدا لغايه لونها بيصبح معايا فاتح بالشكل دوت. هبدا اضيف البيضه والفانيليا، واول ما البيضه تختفي معايا هبدا اضيف الدقيق. طبعا الدقيق هنا انا ما بضيفلوش بيكنج باودر، البيتي فور والسابليه والغريبه ما بتحطلوش خالص بيكنج باودر. وابدا اقلبها كده بالسباتولا، بعد كده المها كده بايديا. طبعا احنا كلنا عارفين ان اي نوع بسكوت او سابليه اي نوع يعني من النواعم ما بيتعجنش، يا دوبك احنا بنلمها كده بالشكل ده. شايفينها طريه ازاي؟ هبدأ بقى أجيب كيس من التلاجة كده وأحطها فيها، تقعد في التلاجة حوالي من ربع ساعة لنص ساعة عشان تسقع معايا، عشان أثناء التشكيل تبقى سهلة معايا وأنا بفردها. القطعات بقى اللي عندك استخدمي أي شكل عندك استخدميه. وهجيب ورقة من الزبدة، لو ما عندكيش ورقة زبدة ممكن تستخدمي أي كيس تلاجة افتحيه واستخدميه، بس ورقة الزبدة بتساعدني بسرعة في التشكيل. هبدأ بقى أخدها كده وأفردها. طبعا هي لسه هنا ساقعة معايا، هفردها كده واحرك معايا الورقة. بصوا بكل سهولة بتتحرك معايا يمين وشمال، واول ما تتفرد معايا بالشكل ده، شايفين ما شاء الله قوام ناعم جدا ما شققتش معايا ولا حاجة. وابدأ بقى اي شكل عندك اعمليه. انا عندي هنا مثلا شكل قلوب، شايفين انا بقول لكم ان هنا لازم تكون سمكها ما يكونش ولا رفيعة قوي ولا سميكة قوي. لو رفيعة معاكي هتتحرق منك بسرعة، لو سميكة لسه هنضيف طبقتين عليها اثناء التشكيل فهتبقى كبيرة جدا، فخلوها وسط بالشكل دوت. انا بجيب مثلا هنا قمع مثلا بتاع الاوتاب بتاع الكريم شانتيه واعمل لها فراغ في النص كده، يعني اعمل مره قلب مفتوح قلب مقفول. طبعا الافكار اللي عندك او التزيين استخدمي اللي انت عايزه تحتاجيه تعمليه اعمليه. هضيف هنا مثلا شكل وردات، برضو هنا في شكل برضو حلو قوي استخدمت فيه التاب بتاعه الكريم شانتيه القمع، شايفينه في شكل ورده كده. اضغطوا كده حاجه بسيطه، ما تضغطوش للاخر عشان ما تفرغاش، يا دوبك تديني علامه بس، هتديني برضو شكل حلو قوي. شايفين شكلها جميل ازاي؟ هعمل بقى اشكال دواير او اشكال دونالز. انا بديكي برضو الافكار واللي يناسبك معاكي اعمليه. طبعا كون مسخنه الفرن على درجه حراره 160، بتاخد حوالي ربع ساعه او 10 دقايق او حسب كل فرن عندك. واول ما تطلع معايا بتاخد الشكل الحلو دوت. طبعا احنا ما بيحمرش من فوق، يا دوبك بياخد تسويه من تحت بس، يعني بياخد لون ذهبي حلو شايفين كده. والهشاشه بتاعت البسكوته حلوه جدا. وابدا ان انا ازينها. التزيين اللي يناسبك اعمليه. اول حاجه هنزينها احنا هنا بالسكر البودر. طبعا عندي هنا بقى سكر بودر، عندك شوكولاتة بيضة، شوكولاتة دارك غامقة. الحشوات برضو اللي تناسبك اعمليها. انا عندي هنا مربى مشمش، عندي مربى فراولة. انا عندي 3 حشوات اللي يناسبك اعمليه. بحط كل جزء كده بقى بشكل كده الحشوات اللي تناسبك اعمليها. وابدأ احط كل واحدة الحشوة بتاعتها، وابدأ اقفل كل واحدة كده بالشكل ده. حلو قوي.
وابدا ان انا ازود بقى اي حاجه ناقصه معايا، ببدا ازودها برضو كده، مفيش اي مشكله. وكده احنا خلصنا اول جزء وهو بالسكر البودر. حبيت بس اوريكم واحده ان حجمها عامل ازاي، ولا هي تخينه قوي ولا هي ايه رفيعه جدا، حلو جدا الحجم ده. هعمل برضه واحده واحده كده على شكل مثلا بسكوته بيمبو كده. طبعا احنا عارفين ان بنهز كده بس بالشوكه كده، ننزل اي زيادات من الشوكولاته وتبقى متساويه معايا كده. ضيفي بقى اي حاجه، انا عندي هنا مثلا مكسرات، عندك واحده عين جمل حطيها في النص كده اهي، حلوه جدا سهله. عندي مثلا هنعمل قلب ابيض كده. انا في الوقت دوت حطيت لون الوان زيت، عندي لون بامبي كده بينك كده على شوكولاته بيضه، وهبدا مثلا اعمل لها زي تزيين بسيط كده في الطرف كده، ازينها بالشكل ده كده تكسر معايا اللون الابيض ده كده. وعندي سبرينكل كده دوت اللي هو شكل قلوب، هاخد منه القلب ابيض كده، احط كام واحده كده على الطرف كده برضو تبقى حلوه جدا. وعملت برضو واحد ابيض هحط عليه مثلا واحده لوزه كده على الجنب. يعني التزيين والافكار ديت السابليه حاجاته كتيره جدا، اي تزيين معاكي اعمليه. وده الشكل الساده اللي انا عملناه في الاول، مش هزينه ولا حاجه، هخليه ساده خالص. وتحاولوا ان انتوا تخلوا الاشكال يعني كده بالمنظر ده، يعني قصاد بعض كده. عندي واحده شبه الدونالدز برضو. عندي هنا بقى مثلا شوكولاته، عندي هنا قفلناها كده مثلا بالشوكولاته، حشوه شوكولاته برضو. هبدا اضيف في النص، عندي جوز هند شعر، احط لها كده حبه في النص كده، تديها شكل برضو حلو بالشكل الجميل ده. تزيين برضو اللي يعجبك اللي يناسبك برضو اعمليه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. افكار حلوة جدا وبنص كيلو، وما شاء الله عمل كمية حلوة وفيرة، جربوها هيعجبكم جدا جدا، وبالهنا والشفا.